شاب صغير مواليد 203 ميلاديا اتغيرت حياته بالكامل من شاب الاسم وأسرة متواضعين لإمبراطور من أسرة حاكمة، بل وشايل اسم إمبراطور شعبيته كبيرة جدا. فكان من المتوقع إنه ما يقدرش قيمة المكانة اللي بقى فيها، وأول ما شطح نطح حول المنتدى الروماني لبيت بغاء، وستات داخله وستات خارجه ورجاله داخله ورجاله خارجه. دي بقت هيصه صديقي المشاهد. وفشل انه يوفي بوعوده للجيش، فتدريجيا فقد الثقه والدعم من الجيش. ده غير انه كان بيعبد اله الشمس، بل وبنى معبد لعباده الشمس في روما، واكبر الجنود ان هي تعبدها، وده اللي اثار غضب الرومان جدا. ايه ده ابو الكباتن، هم الرومان كانوا مؤمنين؟ لا صديقي المشاهد، كانوا وثنيين برضه. مش عارف كانوا مكبرين الموضوع ليه. ومش بس كده، ده في مره ربط 4 افيال في عربيه من بتاعه الجيش وقتها، وعمل بيها سباق على سله الفاتيكان، واللي كانت جزء كبير منها عباره عن مقابر، وتسبب في تدمير عدد من المقابر دي. وبما ان خزائن الدوله مفتوحه كلها قدامه، فكان بيعمل ما يشبه النصيب كده. كان بينقش على المعالق اسماء الهدايا، زي 10 ابطال ذهب او 10 جمال او 10 نعمات. وما تسالنيش ليه كان بيحب رقم 10، عشان المصادر اللي بتقول كده.